ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا هدى. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض وجبات ناخدها معانا المدرسه او الجامعه او الشغل. الناس اللي بتقضي طول اليوم برا ونفسها في حاجه صحيه كده تاكلها، يعني الشيبس دي صحي من غير قلي. نتيجتها ابهرتني بصراحه، جميله جدا. هنعمل افكار كتير ان شاء الله النهارده مع بعض. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، ولا نبدا على طول بالطريقه. اول حاجه هنتكلم عليها وهي المقادير. اول وصفه معانا هي ساندوتش لبنه بالزعتر. ده كده عيش توست او ممكن نستخدم اي عيش متوفر عادي جدا، مش هتفرق. هجيب كده اللبنه وهسبريد كده على التوست. ده خليط زعتر وسمسم بيتجاب من عند العطار، لو مش متوفر ممكن نستخدم الزعتر العادي خالص. هحط عليه معلقه من زيت الزيتون وهقلبهم كده مع بعض. زيت الزيتون والزعتر بحسهم ان هما اصحاب كده ولايقين جدا جدا مع اللبنه. ميكس لذيذ قوي، بس لو في حاجه مش موجوده عادي ممكن نستغنى عنها. واحط كمان معاها خضار. كمان هي الساندوتش ده هيبقى حلو قوي للاطفال عشان فيه خضار وزيت زيتون وحاجات كلها صحيه وكده. وبعدين حمصت التوست علشان ياخد قرمشة كده من بره، كمان اللبنة تسيح كده وتتداخل مع الزعتر وزيت الزيتون. وده كده شكله من جوه، طعمه لذيذ جدا جدا. هحطه كده في اللانش بوكس بتاعي. وهحط معاه كمان ألذ حاجة في الحياة وهي الشيبسي. هعمل معاه بطاطس شيبسي هسويها في الميكرويف. جبت البطاطس وقطعتها رفيع. استخدمت اللي هي الأداة بتاعة الشيبسي اللي هي الماندولين، بس لو مش متوفرة عادي ممكن نعملها بإيدينا، بس نخليها رفيعة جدا على قد ما نقدر عشان تقرمش. وجبت طبق سيف ان هو يدخل الميكرويف، ودهنته بمعلقة من زيت الزيتون. وبعدين هبدأ احط كده البطاطس عليه، ومن على الوش هدهن البطاطس بتاعتي برضو مسحة بسيطة قوي من زيت الزيتون. هيدخل الميكرويف 4 دقايق على كل جهة. بعد 4 دقايق هطلعه واقلبه على الوش التاني وادخله كمان 4 دقايق. وكده ده شكله كده بعد ما طلع من الميكرويف. طلع مقرمش جدا جدا وطعمه لذيذ قوي 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 بجد. انصحكم ان انتوا تجربوه. اللي مش متوفر عنده ميكرويف ممكن يعمله في الفرن، ممكن النتيجة تفرق شوية بس ستيل برضو هيبقى حلو. حتى الشيبس دي بعد ما بردت ستيل كانت مقرمشة، فناخدها معانا الشغل مثلا لو عايزين ننقنق في حاجة كده صحية. وحطيت عليها توابل، ميكس توابل بطاطس كده موجود عندي، ممكن نحط عليه اي فليفر احنا بنحبه. بجد طعمها لذيذ قوي، احلى من الشيبس كمان اللي متحمر في الزيت. خفيفة جدا وطعمها كان متبل ولذيذ جدا. بعدين نيجي للوصفة اللي بعدها. هنستخدم حاجة بالجبنة القريش. دي جبنة قريش هنعمل لها ميكس خلطة كده. جبت بايركس او اي صينية ينفع انها تدخل الفرن. حطيت فلفل احمر وطماطمية صغيرة، وهحط فص ثوم واحد مفروم، وتوابل زعتر وروزماري وبابريكا وملح. واحط معلقة من زيت الزيتون وهدخلهم الفرن عشان اشويهم يعني. هياخدوا تقريبا في الفرن نص ساعة. وكمان ده عيش انا مقطعاه مربعات صغير كده زي العيش اللي بنعمله مع الفتة، علشان يقرمش كده وندب معاه الجبنة القريش. ودخلتهم الفرن على اعلى درجة حرارة. الخضار اخد تقريبا نص ساعة عشان يتشوي، والعيش اتحمص على طول، يعني ما خدش وقت. اول ما لونه غمق كده بحاجة بسيطة وقرمش طلعته على طول. وبعدين الخضار بتاعي حطيته كده في حاجة عشان اضربه بالهاند بلندر وضربته. وبعدين حطيت الجبنة القريش ومعاه معلقة بس كبيرة من الحليب علشان تبقى الجبنة معايا كريمي وينفع ان انا استخدمها كدب كده. اللي مش عايز يستخدمها عادي يستغنى عن الخطوة دي. وكده شكلها بعد ما حطيتها في طبق التقديم لونها جميل جدا وطعمها جميل قوي. طعمها مدخن كده وطعم الجبنة القريش مش باين فيها خالص. دي تنفع اكتر لحد كبير، يعني حد في الجامعة او في الشغل او. لكن لو طفل صغير طبعا افضل ان احنا نعمل له الجبنة القريش بالخلطة دي ساندوتش ونحط معاه اي خضار. هي طعمها جميل جدا مش باين فيها طعم الجبنة القريش خالص. طعمها مدخن كده ولذيذ. وعملت معاها كمان كيك شوفان. عملته كده كان طعمه لذيذ قوي وصحي. هشاركه معاكم ان شاء الله الفيديو الجاي. ودي كده الوصفات بتاعه النهارده. ان شاء الله وصفات النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي افكار اكتر عن اللانش بوكس. باي باي.